Alexa, studio on. Hello, baby. سلام. قاعد اتكلم بالعدالة. مو لأن في صدى، لأن بكل بساطة هذه كانت غرفتي الجديدة، وهذه كان السيت اب مالي لآخر 5 سنوات. وايد صعب هالفيديو. قبل 5 سنوات بالضبط انا لبست هذا القميص بالضبط، وصورت نفسي وانا ابني واصبغ واختار واركب من الصفر، واليوم بصور نفس الشيء وانا ارجع هالمكان الى الصفر. ممكن عزيزي المتابع تسالني ليش؟ شنو السبب اللي يخليك تترك هالمكان وفيلا جوت وترجع هالمكان الى الصفر؟ بجاوبك على كل هالاسئله وبشرح لك الموضوع وانا اشتغل. فحياكم وياي. خلنا نبتدي بالسيت اب. اللي ابتدى بكاميرا، شاشتين وكمبيوتر، وحرفيا تحول حق اضعاف اللي كان عليه. الكمبيوتر المتواضع تحول الى كمبيوترين خارقين. الشاشتين الصغار تحولوا حق 4 شاشات كبار، وكل واحده تقول الفريمات عندي. المايك الصغير المتواضع تحول حق مايكات لاسلكيه ومايكات احترافيه مع المكسر. كاميرتي اللي كانت بسيطة وحتى الفوكس فيها كان مانوال، لازم اضبطه كل شوي حق اللقطة اللي بعدها، تحول حق كاميرا احترافية بأعلى جودة، ولا وكاميرتين بعد مو كاميرا واحدة. الإضاءات، المايكات، السماعات، الطاولات، كل شيء تغير في هال5 سنوات وتطور للأفضل الحمد لله. آخر شت داون في الفيلا، لا ما بسوي أبديت بس شت داون. فيمكن لما قاعد أقول هاي التطورات اللي صارت الأغلب بيستغرب إنه باترك هالمكان اليوم في هالمقطع وبيسأل ليش؟ الجواب بكل بساطة ل3 أبعاد. خلينا نبتدي في البعد الأول، الفيلا والمكان نفسه اللي بديناه قبل 5 سنوات، وكنا اول فريق عربي يخطو هالخطوه. ما كان في اي شيء شبيه من هالموضوع، وكان عندنا هدف واحد بسيط: صناعه المحتوى، سواء لقنواتنا او لقنواتنا المشتركه مثل قناه جوت. من مقاطع بسيطه الى سلاسل طويله الى تحديات، بدينا من الصفر ووصلنا حق ارقام عمرنا ما كنا نتخيلها ولله الحمد. لكن للاسف دوام الحال من المحال. بدأت تزيد الانشغالات الشخصية عند كل شخص من الأفراد، وأنا منهم، وهالشيء طبيعي عند كل البشر. وبدأ تنزيل المقاطع يقل ويقل ويقل، ومع الوقت بعض الأعضاء بدأ موضوع اليوتيوب يتحول بالنسبة لهم من شغل إلى هواية. وطبيعة أي هواية إنك ما تمارسها إلا في وقت فراغك، اللي خلينا نكون صريحين ساعات ما يكون موجود. وهالشيء بعد مو بغلط، ترى جدا صعب إنك تجيب شخص وتقول له أبيك تسكن مع 6 أشخاص في فيلا واحدة وهدفكم صناعة المحتوى وبس. فلهالسبب بعض الاشخاص كان بالنسبه لهم افضل ان انا اروح اسكن في مكان لحالي او مع اهلي، كل واحد واللي يفضله، طبيعي الشيء، وما حد ملزوم عليه انه يسكن في الفيلا. وهالشيء ادى الى ان الشعور اللي كان موجود اللي هو الحماس الجماعي ذي بدا يقل ويقل ويقل. لكن اتوقع هالاسباب كلها مو كفايه عشان انا او غيري يترك المكان، اكيد في اسباب ثانيه. فنروح حق البعد الثاني اللي هو البعد المادي. بس قبلها خلنا نشيل ديكورات المكان اللي هي السبب في تفصيل هالمكان وتمييزه عن باقي الاماكن. لوحة خريطة العالم اللي ركبتها بنفسي، من اول ما ركبتها الى اليوم هي مو مستقيمة اصلا، ولا قد صارت مستقيمة. ابيك تسويها سيدة، اتحداك. سهلة. يلا سويها سيدة. صارت سيدة. لا مو بسيدة، لا بالمسافات بينهم بعد تكون متساوية. مستحيل حمود. وما اتوقع ابدا بتصير مستقيمة، ولهالسبب كنت احبها اصلا. ناس ما يقولون بالانجليزي perfectly imperfect، مثالية لأنها غير مثالية. تي شيرت أفضل مدافع في العالم، دانيال كارفاخال. التي شيرت اللي موقع باسمي لما التقيت فيه في مدريد، اللي نوعا ما تحول جزء من هويتي وهوية القناة. حياك ادخل. طبعا واخذ التيشيرت وياي، وطبعا اودي المكان اللي بروح له. اكوابي البسيطه اللي اجمعها من كل دول العالم لما ازورها. رحت وشريت شيء جدا مهم لما تبي تنقل اغراضك، واللي هو لحظه بتسمعون صوته بتعرفونه. بعد تقريبا ساعه له خلفت كل اكوابي. الحين راح حق الاشياء الثانيه اللي انا خايف تنكسر، مثلا هذه لاعبين ريال مدريد. عندنا درع ال100,000 ما عندي البوكس ماله، فبعد بغلفه عشان اقدر احركه واوديه معاي. اما ماكينه القهوه اللي تشتغل بالبلوتوث فهذه اكبر خدعه انصب علي فيها، لان حرفيا بعد ما صورت المقطع اللي سويت قهوتي بالبلوتوث ما استعملت البلوتوث ولا مره. كل مره بنفسي اروح واضغط الزر. ليش بستعمل البلوتوث عشان اسوي لي قهوه؟ ليش؟ شو الكسل؟ واخيرا وليس اخرا، المنتجات الغبيه
والغريبة. صورنا مقاطع ما تخلص منها ولا زال عندي زيادة حق مقاطع أكثر. الحين مع فقرتكم المفضلة، تفضل أخوي محمد. فقرة أشياء غريبة في غرفة حمان. صفقوا. الشيء الأول كرفخال مات. كربخال ما مات. المنتج الأول. هاي البوكس فيه أشياء وايد، بس لازم تعرفون شنو هو الشيء الأساسي اللي داخل هاي البوكس. الشيء الاساسي دي اللي يلبسونه في لعبه كود، دي اللي كانه مال السنايبرات. بدلة نعيمي. بيانو. حاب اقول لكم اثنيناتكم مو بجريب حتى. جناح سيارة. صعب زودني هذه من قبل. كربون فايبر باي ذا واي. خذيته بعدين قلت انا ايش قاعد اسوي بسيارتي؟ ليش بخرب سيارتي وبلصق عليها شيء من امازون ماخذه؟ بس حلو. حلو. راكبه الحين. لا ما بركب سيارتي الحين، لا كنت بسوي حلقة كاملة تلغيم السيارة شيء. اوه نايس. تخيلوا واقول لكم عندي اشياء حق مقاطع بالهبل، ما اعرف ليش ما استعملهم. اوكي هاي الشيء الاول فشلته. الشيء اللي بعده شو تتوقعون الشيء؟ فوق حق الطاوه. ثياب طبخ حق قطاوه. الله يسلمكم، هذه اصغر عدة طبخ في العالم. كنت بسوي ايه صفق حرفيا كنت بسوي مقطع اصغر وجبات في العالم. لا زال يمديني يا جماعة. بس سويت انت مقطع اصغر الاشياء في العالم. اصغر وجبات انا اطبخها. اوكي. بوكس تعليم الجاجلينج. ترى سهل. ببتدي بكرتين. سهل. صفقوا. واو. خلينا نلعب ويا بعض. لا يلا. اي بس ليش؟ زين ثنتين لا بس. حسب الطقه. ثنتين بس. كثيرين ممكن يشوفون هذه الاشياء يقولون هذه مجرد كماليات، يمكن مضيعه فلوس عند البعض، لكن بالنسبه لي هذه هي جزء لا يتجزا من تجربه الفيلا، هي السبب حق صناعه الذكريات الحلوه والمره في هالمكان. ونفس ما قلت لكم البعد الثاني هو الجانب المادي، مو بسبب الديكورات، لا في جانب اكبر يمكن ما تعرفونه. انا بكون صريح وياكم جدا في هاي الاشياء اللي قاعد اقولها. بدايه الفيلا كان اجار ومصاريف المكان مثل الانترنت وكهرباء وغيره تتقسم على 6 اشخاص، فكان الموضوع والمبلغ اللي قاعد يتقسم بسيط وجدا مقدور عليه. مع الوقت تحول الموضوع الى ان قناه جوت بدات تشتغل باتم فعاليه وجوده، فصارت قناه جوت هي اللي تصرف على الفيلا وكهربتها والمصورين والممنتجين وحتى حق اعداد واخراج الحلقات القادمه والمستقبليه، الى ان وصلنا حق ازمه كوفيد. وقتها كنا قاعد نشتغل على فكره ما صارت ولا الى اليوم صارت، ما قد شفت اي شيء مثلها او حتى جريب من الطريقه اللي كنا مخططين لها. كانت خطه لسلسله وفكره على مستوى الخليج والوطن العربي، وبدون ما اقولها واحرقها صارت ازمه كوفيد، سكرت الحدود، وصار الموضوع الى ان كل الوقت والجهد والمبالغ اللي صرفناها على اعداد وتجهيز الفكره طارت على الفاضي. والمشكلة إنه ما كان عندنا تاريخ يتأجل للموضوع، كنا دائما نأجل وما حد يعرف متى تنتهي هاي الجائحة. والأخس في الموضوع إنه في نفس الوقت كنا قاعد نشتغل على الميرش والثياب الخاصة بجوت عشان نطلقها مع انطلاق السلسلة الجديدة. كنا نصرف عليهم ونطلب ونجرب وسامبلز ونكلم المصانع في الصين ونشوف طريقة التوصيل ونخطط كل هذه الأشياء في نفس الوقت، وصرفنا مبالغ كبيرة، وللأمانة الموضوع كان خطأ ما كان لازم نسويه، ويمكن هالسبب يعود إلى قلة خبراتنا وقلة وعينا بالموضوع. فبس أبيكم تتخيلون الحين المشروع الأول اللي قلت لكم عنه مشروع الميرش، اثنيناتهم صرفت فيهم مبالغ رهيبة، في النهاية بسبة شيء بايخ وبسيط تكنسلوا، كل شيء تكنسل علينا، بس المبالغ انصرفت، ما في اي شيء يردها لك. والأسوأ في الموضوع مو الجانب المادي، الجانب المعنوي. يعني هاي كانت ضربة رجعتنا انا وشباب جوت 10 خطوات ورا. شلون ترجع من هالموضوع بعد ما صار لك مواسم قاعد تسوق وتروج حق هاي الموضوع؟ في النهاية بكل بساطة يتكنسل. بس مع ذلك ما كان هو السبب الأساسي، لأن مع الوقت نفس ما قلت لكم بدأوا الشباب ينشغلون بانشغالاتهم الشخصية والخاصة، فبعضهم يقول لا أفضل أسكن مع أهلي، وغيرهم يفضل يسكن بروحه. كل شخص له أعذاره وأسبابه، طبيعي الشيء. لكن الفيلا الضخمة هذه اللي تكفي 7 و8 أشخاص بعد بدأت تتحول إلى فيلا حق 2 أو 3 بالكثير. الفيلا اللي كانت دائما فيها ناس ودائما شغالة بدأت تتحول إلى فيلا تلاقي الناس فيها ساعات في الويكند بالغلط. حرفيا الفيلا صار ما منها فايدة وصارت مساحة فاضية، ما كانت المكان اللي هي كانت عليه. وحتى التكاليف اللي قلت لكم عنها بدأت تتقسم على 2 و3. بس أتوقع لازم نحرك الأثاث لما أقول لكم عن البعد الثالث. يلا هاي مو شايل الكاميرا، شايل البي سي.
ليش قاعد تعمل بي سي كستاند؟ ما اعرف كم ساعة صار لي قاعد اشيل ولا زال كل هالاشياء لازم اشيلها الحين. شوي بدأت تفضل حجرة بس كل الحجرة على الارض. عندي لابتوبي القديم اللي بديت فيه قناتي على اليوتيوب، اتوقع للحين يشتغل. ماك بوك برو 2011 او 13، وبديت اوصل حق اللحظات الحزينة. مثلا اخر مرة افتح فيها الباب المزعج ذي، أو آخر مرة نظف فيها المطبخ اللي ما حد ينظفه غيري، أو آخر جول أسجله في هالمكان، وآخر وآخر وآخر. ولا بخلص توديع هالمكان لأن كل شيء له ذكرى في قلبي. البعد الثالث هو بكل بساطة صعوبة اليوتيوب الحالي. أبدا مو عذر، أنا ما قاعد أعذر بالموضوع، مجرد أن ستايل جوت والخطط اللي قاعد نخططها حق جوت ما تحتاج فيلا حاليا. في خطط، هذه مو نهاية جوت، هذه مو نهاية الشباب مع بعض. طبعا بيكون في فيديوهات مستقبلية بإذن الله، وطبعا بيكون في أفكار مستقبلية أقوى من فكرة الفيلا بإذن الله. ونفس ما بدينا بالصدى ننتهي بالصدى. اضحك. وصلت بيش. بستعمل الضحكة في الفيديو. لكن اليوتيوب حاليا وايد صعب، وخصوصا اذا انت منشغل باشياء ثانية، مثلا نفس ما انا مشغول على انستغرام وغيره من الحسابات. اذا انتم متابعين يتابعوني هناك، الموضوع صار انه لازم تلتزم، لازم هذه العمل الجماعي، لازم هالاشياء. صراحة اغلب الشباب توجهاتهم مختلفة حاليا، هاي الشيء يؤدي الى ان ما نحتاج الفيلا بكل بساطة. بس قبل لا اودع او اي شيء احتاج لحظة يا جماعة، لان مو قادر استوعب ان هذه اخر فيديو، اخر لحظات لي في هالمكان. اعرف يمكن قاعد اضحك قاعد ابتسم، بس في وايد كلام في قلبي، ما اعرف وين ابتدي الصراحه. ما اعرف شلون بودع هالمكان اللي سهرت فيه ليالي وليالي، اللي كل زاويه فيه تذكرني بذكرى حلوه وسعيده. ما في ولا مكان اشوفه واتضايق او ازعل. ما اعرف شلون بودع هالمكان اللي غير قناتي على اليوتيوب وحرفيا حياتي بكبرها. أكثر من 500 مقطع تصوروا ونزلوا من هالمكان في آخر 5 سنوات. المكان اللي حرفيا وصلنا فيه للمليون والمليونين والثلاث. يا جماعة المكان اللي صدى الضحكات فيه كان في كل زاوية. المكان اللي كل ثانية ودقيقة تمشي فيه تسمع صوت شخص يصور أو يمنتج أو بكل بساطة يفكر في فكرة. المكان أو عفوا الملاذ بالنسبة لي من كل صعوبات الدنيا ومشاكلها. حرفيا عندي شغل، عندي تعب، متضايق، مهموم، اي هالمكان ويهون علي كل شيء. انا في حياتي ما توقعت بتعلق بمكان وبعبر عنه بهالطريقة، بس لانه فعلا وداع هالمكان ابدا مو بسهل علي. لو تعرفون كم مرة بس قاعد احاول اعيد هذه النهاية الخاتمة بدون ما تدمع عيني، لان ما بحول الموضوع دراما. اليوم انا بودع هالمكان على امل بس ان الاقي ولو شيء شبيه منه في المستقبل. كلنا عارفين ان لازم كل شيء حلو له نهايه، بس ابدا ما كنت جاهز حق هالنهايه. هذه يمكن مجرد خطوه والقادم باذن الله افضل واحسن. لكن اتوقع لو شنو صار في حياتي مستحيل انسى هالمكان وكل الذكريات اللي فيه. يمكن حق البعض هالشيء سهل، مجرد مكان وقاعد تتركه، بس بالنسبه لي وايد ذكريات مستحيل انساها صارت هالمكان. دائما نهايات حزينة، عمرنا ما بنعيش إذا تعلقنا فيها. هاي شيء أنا عارفه وأؤمن فيه. بإذن الله هذه مجرد بداية مستقبل حلو، ومجرد ذكريات حلوة. أتوقع هذه آخر مرة بقول هالشيء فيها. أليكسا استوديو أوف.